واكتبولي في التعليقات ايه رأيكم في الليمون المخلل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في قناة البنت وامها. احب ارحب بكل متابعيني من مصر ومن خارج مصر ومن كل الدول العربية. النهاردة ان شاء الله هعمل لكم مخلل الليمون على طريقتي. جبت لكم النهاردة 5 كيلو ليمون، هنخللهم بطريقة سهلة وبسيطة وهيطلع لذيذ وتاكلي صوابعك وراه. اول حاجة هعملها هغسل الليمون بمية وملح وخل. فتحت الليمون كله بالسكينة، عملت فيه علامة زائد كده. هسلق الليمون 10 دقايق في المية المغلية. ايه رأيكم في الليمون؟ هطلعه من المية وهصفيه. ما تنسوش الاشتراك ودوسوا لايك عشان يوصلكوا كل جديد. هسيب الليمون يبرد خالص كده عقبال ما اسلق باقيه. وسلقت باقي الليمون، هاخده اصفيه دلوقتي واسيبه يبرد. وبعد ما الليمون برد خالص هحشيه دلوقتي. جبت طبق وحطيت فيه 3 معالق عصفر ومعلقة حبة بركة ومعلقة شطة ومعلقة كركم ومعلقة بابريكا ومعلقة ملح، وهقلبهم كويس. هحشي الليمون كله بالشكل دوت. عبيت نص البرطمان بالليمون. دلوقتي هنزل عليه قرون فلفل حامية، عصير 3 ليمونات، ومعلقة هريسة وورق لورا. وهنزل بباقي الليمون المعصفر في البرطمان، وهضيف مية سلق الليمون على البرطمان بعد ما بردت. دلوقتي هحط ربع كوباية خل. المية ديت حوالي 2 لتر مية. هحط عليها 8 معالق ملح، وهضيف معلقة شطة ومعلقتين زيت على الوش. وهقفل البرطمان بكيس. ربطت الغطا بتاع البرطمان كويس، وهقلب البرطمان يومين على وشه لتحت، وبعد كده هعدله يومين، وبعد اسبوع بالظبط هنفتح عليه وهناكل احلى ليمون مخلل في الدنيا. ما تنسوش الاشتراك وتدوسوا لايك عشان يوصلكوا كل جديد، وقولوا لي في التعليقات ايه رأيكم في الليمون المخلل. مع السلامة.